مساء الخير حبايبي الحلوين. حلقتنا النهاردة مهمة جدا ليكي وللجنين. عاوزاكي يا حبيبتي تركزي معايا كويس في كل معلومة هقولك عليها النهاردة، بس الأول تخشي على اللينك واعملي اللايك. موضوعنا النهاردة عن اكتئاب الحمل، وكلامي ده موجهة لكل ست حامل، سواء ده أول طفل ليها أو تاني طفل ليها. تعالوا مع بعض هقولكوا ايه هي أعراض الاكتئاب. لما تلاقي نفسك سريعة الغضب وعلى طول منفعلة ومتوترة وعصبية، ده لو ما كنتيش بطبعك ست نكدية. ده غير كمان من أسبابه إن بيعملك اضطراب في النوم، وبتحسي كده نفسك تعبانة وهزلانة. وكمان ممكن الاكتئاب ده يا بنتي يكون جايلك بسبب انك خايفة من المسؤولية، او مثلا خايفة لحسن تزيدي في وزنك، ده غير تغيير شكل صدرك. على العكس بقى، لو انت اكيلة وفقدتي شهيتك، ده برضو يسبب لك اكتئاب. ده غير انك ممكن تعيطي ومن غير سبب. علشان كده يا بنتي انا النهاردة هقولك على شوية نصايح علشان ربنا يعدي المرحلة دي على خير. اول حاجة، ما تعزلوش نفسكم عن الناس اللي انتوا بتحبوهم زي صحابكم وقرايبكم. ده غير انك لازم تلعبي رياضة بس بإذن الدكتور طبعا. وبعدين كمان ممكن تصحي بدري يا بنتي وتفتحي عينيكي كده على شمس ربنا مع كوباية العصير الفريش الجميلة ولا كوباية لبن، وروقي كده على حالك واخلقي لنفسك كده يعني بروجرام كده تمشي عليه طول اليوم يخليكي فرفوشة ونعنوشة. ولو الموضوع زاد عن حده، مش عيب يا بنتي انك تروحي لدكتور نفساني. وخدي بالك، ممكن الاكتئاب ده يوصلك لسوء التغذية، وكمان يا بنتي يخليكي تدخني او تشربي كحوليات. امال ايه؟ وكمان مش عايزاكوا تسمعوا لكلام اي حد وخلاص، زي مثلا واحدة تقولك انا خايفة لحسن المولود يموت، ولا التانية تقولك الجنين مش بينمو وانا كده هسقط. لا يا حبيبتي، افرحي بحملك وامشي على تعليمات الدكتور بتاعك كويس، وقدمي مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي الختام يا رب تكوني بسلام. وما تنسوش يا حبايبي، أنا هستنى رسايلكم واقتراحاتكم على صفحة البرنامج. هتوحشوني من هنا للحلقة اللي جاية، وبرنامجكم الدار